ايش الفرق بين الحي اللي انت ساكنه فيه الحين ووجهة خزام؟ يمكن الخدمات المتوفر، الغطاء النباتي الموجود، جودة البنيان اللي موجودة كمان في خزام مختلفة ما صراحة. شفتها في مكان. ربما شوي في شركات أخرى، لكن خزام اليوم هو أكبر مطور عقاري في المملكة العربية السعودية بهالاسم، بهذه المكانة الكبيرة. الخزام ال NHC خزام أكيد في مكان آخر. نلخصها في كلمة واحدة: أنسنة. أحيائنا اللي متواجدين فيها وتعودنا عليها ما فيها أنسنة، ما تحس أنك تتعامل مع بيئة عايش فيها، مجرد أحجار وشوارع سوداء، حتى يعني الطابع الإنساني من أشجار مش موجود. أول شيء خزام احنا نتكلم عن 30 مليون متر مربع، يعني ما شاء الله تبارك الله مساحة جدا 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 شاسعة، ومو بس شاسعة، مخدومة، يعني خضار، مناظر خلابة، تقسيم وجودة ورفاهية كلها متواجدة في مكان واحد. فوالله صراحة أنا أشوف أنه سقف التوقعات طلع مع هذا المشروع. لا والله فرق كبير. سؤال قوي الصراحة. لا أنا أحب الحي، يعني مولود فيه، ما أقدر أقول شيء يعني. لا نختلف على الحب. لا بس أنت تتكلمين عن حي أنا عشت فيه فوق 30 سنة، في فرق. وجهة خزامة ما شاء الله تبارك الله، بإذن الله إنه يكون الحي اللي بسكن فيه بإذن الله. يعني بتستغني عن الحب؟ أحيانا في تنازلات، يعني لازم. سلطان شكلك بياع. مش أحمد اللي بيع الحين، سلطان.